مراتي بتخني ومش عارف اعمل ايه، هل اطلقها واخرب البيت وفي اولاد ولا اعمل ايه؟ والله انا بحيي الزوج ده صراحه. يعني نادرا لما نلاقي زوج في المواقف ديت بيبقى بيحكم قلبه وعقله. بس انا قبل انت ما بتقول هي بتخني، انا عايزه التوصيف. فاكرين اداه وصف المشاعر والتوصيف الصحيح للمواقف؟ ده كذاب، ده كذا كذا. ايه يا بنتي كذاب في ايه؟ ونيجي نقعد هي كذبت في ايه؟ انا قلت له هات لي الحاجه دي والبتاع انكسر 3 مرات وهو كذا وحلف بتاعه قال لي او رد عليا. يجي الزوج يقول والله ما سمعتها واول مره اسمع انها بتقول كذا. ايه اللي بيحصل لما تيجي تتكلمي حتى في الحوار مع الناس؟ حتى في الحوار احنا نتعلم ازاي فن الاتصال والتواصل مع الاخرين. في اتصال، وانا شرحت لكم الموضوع ده قبل كده، وفي تواصل. اتصال بتكلم وبقول ده اتصال بينا بالكلام بالتليفون بكذا، اما التواصل وضع تاني خالص. زي الحوار والتحاور. الحوار لما بكلمك وتردي عليا وكذا، اما التحاور لا، احنا بنقعد وناخد نقاط، انت 50%، انت 40%، في تفاوض، في اقناع، في اثر، في امكانيه ده. فلما تيجي تقعدي قاعده واقول ان انا قلت لزوجي الامر الفلاني، انا بقول لزوجي الامر الفلاني ده بناء عن ايه؟ ها ايه اللي حصل؟ قلت له كان باصص لك؟ لا كان مش عارفه كان عينك في عينه وعملتي اداه اي كونتاكت كده واتكلمتي استماع، هو استمع لك؟ طب هو انصت للي انت قلتيه ولا الموضوع لا في انصات ولا في استماع ولا في القصه دي خالص؟ هو ده اللي تخلي بالك منه. فانا يوم لما اطلب طلب وتحلف وهي صادقه على فكره، انا قلت له هو رد عليا وهو صادق، هو رد عليا بس ما كانش مركز عشان اقول الطلب للزوج او للراجل او لاي حد. انا بكرر الطلب معلش 3 مرات، وخصوصا الابناء وفي سن المراهقه مرحله المراهقه، بقول الاول مره الطلب تمام وبتاكد ان هو سمعه. حبيبي انت سمعت انا عايزه ايه؟ طيب، وبصه في عينه وبكلمه هو كده لازم إيه؟ يا ابني